بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وفي أسعد حال. أنا بصور الفيديو ده يا جماعة النهاردة 30/6، ودرجة الحرارة النهاردة خلاص داخلة على 40. طيب انت عامل ايه يا عم عصام في درجة الحرارة دي؟ انت بتشتغل، الارانب عندك بتولد، الارانب عندك شغالة، ولا مريح الارانب، ولا الارانب بتموت، ولا ايه اللي بيحصل؟ بص حضرتك، انا بوريك على الطبيعة وتابع معايا والله هتستفيد. بص الارانب اولا في درجة الحرارة دي اهي زي ما انت شايف نايمة، مفيش اي مشكلة، مفيش اي حاجة زي ما حضرتك شايف كده. ادي الارانب اللي موجودة عندي سواء كبير او معاه حتى الخلفة الصغيرة، كله نايم وكله مريح. النهاردة 30/6، درجة الحرارة واصلة داخلة في 40. بص حضرتك الارانب اهي كلها مريحة ونايمة، واللي بيشرب بيشرب، واللي قاعد قاعد، واللي نايم نايم زي ما انت شايف. طيب في حد هيسألني هيقول لي طب يا عم عصام انت بقى في درجة الحرارة دي والشغل ده، هل انت بتشغل الارانب وبتلقح الارانب وكده؟ اقول له ايوه انا شغال زي الشتاء، ما بريحش الارانب، بس الموضوع كله بيختلف في حاجة واحدة. ايه هي؟ ان النتاية لما بتولد ما بلقحهاش الا لما بفطم عيالها. طيب خلينا نتفق دلوقتي ونشوف احنا بنشغل الارانب دي. بص حضرتك ادي نتاية اهم، دول جنب بعض اهم، الاربعة دول انا حاطط لهم بيوت الولد من يوم اهو. بص حضرتك دي تلقيح كام؟ 30/5. دي كام؟ 30/5. دي كام؟ 30/5. دي كام؟ 30/5. يعني معنى كده ان في 4 ارانب هيولدوا يا النهارده يا بكره يا بعده. الارنبه بتولد على 30 يوم لغايه 33 يوم، بعد كده بندي طلق صناعي. طيب الارانب دي هتولد ازاي في درجة الحرارة دي؟ وهل هي هترضع ولا مش هترضع؟ وايه الحال؟ احنا هنتابع مع بعض يا جماعة. انا قصدت ان انا اوريك النهاردة النادي النهاردة 30/5. ادي الارانب اهي مجهز لها بيوت الولد، المفروض ان هي تبدأ تولد النهاردة او بكرة. ان شاء الله كل ما ارنبه هتولد لو في عمر ونصيب هصور فيديو واوريك انا بعمل ايه بالنسبه للارانب اللي بتولد في درجه الحراره العاليه دي. بص حضرتك الارانب اهي كله نايم، كله نايم في درجه الحراره دي. انا مش عايز الا كده، مش عايز يحصل للارنب اجهاد حراري. انا اللي يهمني ان الارنب يبقى نايم وحالته كويسه. كل اللي انا عملته ان انا بليت الشويلة زي ما انت شايف كده، وحطيت فيتامين سي. نتابع مع بعض ونشوف الارانب دي لما هتولد كام وهتعمل ايه مع عيالها، لان ما ينفعش نريح الارانب في الصيف. اتمنى لما يوصلك الفيديو ان انت تعمل لايك او تقول لي رأيك بكل صراحة، وانا بتقبل كل الاراء. ويا ريت تعمل لايك او شير عشان غيرك يستفيد. والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.